بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية لكم محبي متابعي قناة كل العرب لتربية النحل على اليوتيوب، وإخواني وأصدقائي في جروب رسائل النحل على الواتساب. ربي يسعدكم ويرزقكم ويعطيكم ما تتمنون. أمنياتي لكم دوما إن شاء الله بدوام العافية والصحة والموفقية والرزق الوفير. ربي يبعد عنكم الغلاء والوباء، اللهم آمين آمين آمين. مثل ما عودتكم دائما إن شاء الله في قناة كل العرب كل ما هو ممتع ومفيد، ويحاول يسلط الضوء على موضوع من المواضيع المهمة في مجال تربية النحل وعالم النحل وأسرار النحل. أخوانا الأعزاء، بديت وياكم كيف نصنع خل العسل، وبديت وياكم بإنتاج خبز النحل وحبوب اللقاح وعصير الذكور. اليوم وصلنا إلى مرحلة، بما أنه إحنا الآن في موسم الفيض، فالآن هي هذه مرحلة جمع الغذاء الملكي. طبعا الغذاء الملكي جمعه ما انه شيء سهل يعني اطلاقا، وحقيقة خسارة على مربي النحل. يعني انت من تطلع عندك البيت الملكي تبيعها ملكة لا تقل عن 25,000 دينار، اي ما يقارب تقريبا شيء 18 دولار او 20 دولار. لكن عندما تأخذ أو تجمع الغذاء الملكي تحتاج 10 بيوت ملكية، يلا تجمع 10 غرامات. يعني هذا أنا جامعة من أكثر من 15 بيت ملكي. زين، عندي بهذه العلبة، وجامع أيضا بهذه العلبة مرات أنا يعني بالشغل وماكو ثلج، فاخذ وياي ثلج، احسب حساب اني اجمع غذاء ملكي واخلي العلبه على الثلج. فايضا انا يعني ابيع، فما يبقى عندي كميه. يعني هذا الغذاء الملكي طبعا انا حاطه بالبراد زين ومحافظ عليه. هذا الهلام الملكي طعمه مو طيب اطلاقا. المهم اللي اريد اتوصل الى انه بما انه اني في مجال تربية النحل اعمل في منتجات الخلية، يجب ان ما اتوقف على انتاج العسل فقط. كل منتجات الخلية لازم تكون عندي وانتجها حتى اسمى مربي نحل وليس نحال. كلمة نحال على وزن فعال، يعني عادية شغلة ما بيها مشكلة الاسم، لكن مربي نحل انت بدك تربي نحل مو غير شيء. ان شاء الله باكر اذا الله سبحانه وتعالى اعطانا عمر وصحة وعافية، موضوعنا هو سم النحل، واشوفكم سم النحل. وبالاخر راح اسوي فيديو كامل متكامل يشمل كل منتجات الخلية ومنتجات النحل، حتى يكون العسل بصفي، حتى يكون عندي فيديو يكون شامل لكل المواضيع. يستخدم الغذاء الملكي داخل الخلية لتغذية اليرقات. عندما يختارون اليرقة، أما تكون شغالة أو تكون ملكة، إذا كانت ملكة تغذى فقط على الغذاء الملكي، وأنتم تشوفون الكأس الملكي كم يكون بنسبة من الغذاء الملكي. وإذا كانت شغالة يعطوها كمية قليلة من الغذاء الملكي. والذكر بالأساس يعرفون البيضة هذه ما مخصبة، وتباض في عين سداسية تكون أكبر، فيعرفوها هذه بيضة ذكرية. أيضا يعطوها كمية معينة من الغذاء الملكي قليلة جدا، ويعطوها حبوب لقاح ويغلقون عليها. حتى أنت تأخذ أفضل غذاء ملكي يجب عليك أن تأخذه باليوم الرابع إلى اليوم الخامس، يعني قبل لا يغلق البيت الملكي. أفضل غذاء ملكي ممكن أنك أنت تأخذه
هو باليوم الرابع إلى اليوم الخامس من الكأس الملكي. يجب أن تأخذه بقطعة بلاستيك خصيصا مصممة. والله عندي لكن ما جبتها أشوفكم بيش شنو شلون. أكيد أكثر من فيديو أني مشوفكم على الغذاء الملكي، لكن حبيت أسوي سلسلة على منتجات الخلية. المهم، فتأخذ الغذاء الملكي وتجمعه وتحفظه مباشرة على الثلج من أجل أن يحافظ على الصفات الغذائية. يستخدم الغذاء الملكي في عدة علاجات، أهمها تشوه الحيوانات المنوية بالنسبة للي يعانون من تشوه في الحيوانات المنوية، اللي عندهم ضعف جنسي، اللي عندهم المبيض، النساء اللي عندهم المبيض بمشاكل. يستخدم الغذاء الملكي للعلاج لهذه المواضيع، ويكون نسبة الغذاء الملكي بالنسبة للنساء 20 غرام في الكيلو العسل الواحد، ويكون للرجال 10 غرامات. يساعد على التخلص من تكيس المبايض، يساعد على تحسين وتنشيط الحياة الجنسية، يساعد على تحفيز الجهاز الجنسي للذكر والأنثى. أيضا مثل ما قلت لكم يساعد على تحسين تشوهات الحيوانات المنوية، ويساعد على زيادة نسبة أعداد الحيوانات المنوية، ويحافظ على نسبة الحي. اللي يعرف بالتفاصيل هذا أنه الحيوانات المنوية فيها حي وفيها ميت، لازم تكون نسبة الحي أكثر من الميت والسريع أكثر حتى يتم تلقيح البيضة وتنتج الإخصاب ويصير الحمل. فيدخل الغذاء الملكي عنصر أساسي في هذه العلاجات. إضافة إلى هذا الغذاء الملكي مع العسل هو أفضل مادة لزيادة يعني الصفائح الدموية اللي يعانون من فقر دم. يعني دائما يستخدمون الغذاء الملكي بالعسل، وهذا الموضوع يعني ثابت علميا، وكثير من الناس جربته، واحنا ما نروج الى شيء، لكن هذا ما موجود في داخل الخلية هو كنز من كنوز الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى أهداها إلى البشر وأهداها إلى الطبيعة. فلولا النحل ما حملت الأزهار بثمار جميلة باهية ولا نوعيتها وتحسينها. فالخلية، ماذا يوجد في داخل الخلية؟ كل شيء يعني بداخل الخلية هو مفيد. كل شيء ينتج من النحل هو مفيد، حتى النحل الميت. إن شاء الله راح أشوفكم فيديو عن النحل الميت وكيف يستخدمون النحل الميت وكيف يأخذون النحل الميت. فهذا الغذاء الملكي، ويعني بسبب أنه يكون طريقة إنتاجه أو استخلاصه متعبة وتحتاج إلى دقة عالية، يباع بالإغرامات. يعني أنا أعرف ناس يبيعون 10 غرام ب40,000 دينار. 40,000 دينار تقريبا شيء 22 دولار 10 غرامات. أنا بالنسبة إلي متوفر عندي أبيع 10 غرامات ب25,000 دينار، الفريش الطبيعي، إنتاج منحلي، إنتاجي أني. يعني خلي الناس اللي مرضى يعني تستخدم وتشتغل وتاخذ أفضل من ما يسر أمور الناس. الله سبحانه وتعالى يسر أمرك. فهذا الغذاء الملكي، وهذه فوائد الغذاء الملكي. وإن شاء الله الفيديو القادم راح يكون حول سم النحل وفوائد سم النحل. أتمنى من الله سبحانه وتعالى دوما لي ولكم دوام الصحة والعافية والموفقية والرزق الوفير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.